في إطار محاربة كل أشكال الجريمة وتنفيذ لمخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف لمكافحة ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعيون من توقيف جماعة إجرامية على مستوى بلدية العيون ولاية طارف مختصة في سرقة المنازل، حيث القضية تعود إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى مقر الفرقة مفادها تعرض منزله الكائن ببلدية العيون لعملية السرقة من طرف مجهولين وسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر ب 800 مليون سنتيم. على الفور تم تشكيل فريق من محققين الفرقة والتنقل إلى مسكن الضحية، وبالاستعانة بمستخدمي الشرطة العلمية والتقنية تم رفع البصمات والبحث عن دلائل علمية في مسرح الجريمة. وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى الفاعلين بعد التعرف على هويتهم وتحديد مكان تواجدهم، وبواسطة بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة، حين تم تفتيش منازل مشتبه فيهم وتم العثور واسترجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية. العملية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص أعمارهم ما بين 21 و 30 سنة، استرجاع وحجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 26,000 دينار جزائري، حجز مبلغ مالي من العملة التونسية يقدر ب 23 مليون. تم إنجاز ملف قضائي مع تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة عن جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة بتوافر ظروف التعدد والتسلق والقصف.